طبيب الأسنان. روى أحد الرحالة على شاطئ مشمس يستلقي تمساح في استرخاء تام، وقد فتح فمه الواسع فتحة هائلة لم نكن ندري معناها ولا مغزاها. وبينما نحن نرقب الأمور بحذر بالغ، انطلق من فمه طائر صغير يستهوي يملأ الدنيا صياحا مثيرة، واندفع التمساح إلى الماء اندفاعا سريعا، فلم نعد نرى الطائر ولا التمساح. ترى ما العلاقة القائمة بين تمساح مفترس وطائر وديع يسكن داخل فمه المفتوح؟ إن طائرنا هذا هو طبيب الأسنان الطبيعي للتمساح. أو إذا لم تعجبك هذه الملاحظة فلتعده فرشاة الأسنان التي تزيل معالق بأسنان التمساح من بقايا الطعام. وطبيعيا أن الزبون مهما يكن متوحشا فلا يستطيع أن يخون طبيبه الصغير، ولا أن يمزح معه مزاحا ثقيلا فيبتلعه مثلا بعد انتهاء المهمة، أو يخنقه إذا لم يعجبه علاجه. فلا شيء أن هذا يحدث في عالم التماسيح والعصافير. وزيادة في رد الجميل وحسن الاستقبال، فقد أخذ الطائر على نفسه حتى إن رأى شرا يحيق بالتمساح أنذره بصيحة معروفة بينهما. ولقد رآنا الطائر من الداخل فحسبنا شرا دائما، فطار هذا في الهواء وغاص ذاك في الماء.